الناس اللي كانت بتسأل على اكتتاب مصرف ابو ظبي نظامه ايه؟ قبل ما نتكلم لازم نقول ان مصرف ابو ظبي من ساعه ما دخل مصر قدر انه يبقى اكبر بنك اسلامي في مصر، يعني عدى بنك فيصل وعدى بنك البركه. تمام. النهارده البنك بيعمل الاكتتاب عشان يرفع راس ماله من 12 مليار جنيه ل 15 مليار جنيه. طبعا دي خطه للتوسع الكبير في السوق المصري. طيب الاكتتاب احنا هنتكلم عن نوعين. لو انت حضرتك معاك السهم، كان معاك السهم قبل الاكتتاب، هتعمل ايه لو انت مش معاك السهم لحد دلوقتي؟ طيب لو حضرتك قديم ومعاك السهم قبل الاكتتاب، فانت حضرتك بينزل لك على كل سهم ربع حق اكتتاب، على كل 4 اسهم هينزل لك سهم في حق الاكتتاب. تمام. طيب نزل لك الربع سهم او نزل لك السهم على ال4 اسهم، يعني بالتبسيط معانا 1000 سهم قديم، هينزل لنا قدامهم هنقسم على 4 هينزل لنا 250 سهم حق اكتتاب. طيب النهارده حق الاكتتاب ده نازل لك ب 14 جنيه، ده سعره على الشاشه. النهارده نزل شويه بقى 13 جنيه و60 قرش. حضرتك قدامك فرصه من اتنين، ان انت تبيع حق الاكتتاب ده بسعر السوق النهارده على الشاشه 14 جنيه او النهارده 13 جنيه 60 قرش، يبقى يعتبر ده مكسبك. الحل الثاني ان انت حضرتك مش هتبيع وهيفضل معاك حق الاكتتاب. طيب ايه اللي هتعمله بعد كده؟ نهايه التداول على حق الاكتتاب ده اخره 1/12 ان شاء الله. بعد كده حضرتك ملزم على كل حق اكتتاب من دول اللي هو اللي انت ما بعتوش، ملزم تدفع 10 جنيه و10 قروش. تمام. دول بتوع زياده راس المال اللي البنك عايز يوصل لهم. يعني حضرتك لو معاك 1000 حق اكتتاب النهارده، انت ملزم بعد 1/12 هتدفع 1100 جنيه علشان تاخد السهم المجاني. طيب هو النهارده سعره السهم الاساسي سعره على الشاشه كام؟ سعره ما بيتراوح ما بين 24 ل 25 جنيه. تمام. ده بالنسبه لحضرتك لو انت راجل قديم في السهم ومعاك السهم فنزل لك حق الاكتتاب. طيب انت راجل جديد قدامك حاجه عايز تخش حاجه اكتتاب، هتخش تشتريه النهارده من على تتداوله من على الشاشه، عامل زي ما حضرتك النهارده قلت لك 13 جنيه و60 قرش. النهارده يوم الاثنين 24/11. لو اشتريته النهارده انت ملزم بعد نهايه بعد التداول ما يخلص في شهر 12 هتدفع ال 10 جنيه وبريز، هيصفي معاك على، لو بسعر النهارده هيصفي معاك على 23 24 جنيه تمن حق الاكتتاب، وال 10 جنيه و10 قروش اللي حضرتك هتدفعهم. هو على الشاشه النهارده برضه هرجع اقول لك ب 24 25. ففي ناس بالنسبه لها مش فارقه تشتريه النهارده من على الشاشه الرئيسيه او السهم الاصلي، وفي ناس مش فارقه تشتريها معاها من حق التداول. النصيحه طالما حضرتك اشتريت حق التداول لازم تكون مجهز فلوسك، على كل حق تداول ملزم هتدفع 10 جنيه و10 قروش. اي استفسار تاني عن مصرف ابو ظبي الاسلامي انا تحت امرك.